السلام عليكم يا جماعة، كيفكن؟ طمنوني عنكن، شو أخباركن؟ بتمنى تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا الفيديو اليوم. وكالعادة ما ننسى الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلا رجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. هلا هذا الفيديو أنا مسجلته تقريبا يعني على عدة مراحل. أنا هون مثل ما قلت لكم أنا مصورة كتير فيديوهات بس ما قدرت أنزلهم بسبب الظروف اللي عدت علي. فهون أنا كمان نظمت لكم فيديو وعملت له صوت جديد لأني مصور أنا بوقت الوقفات بالعيد، وكمان دمجته ضمن العيد، وكمان هلأ أنا يعني تقريبا صورت من بعد العيد. فهون يا جماعة كان يوم الوقفة، عم بورجيكم اني انا هون حيث البيت ويعني مرتبة الغرفة مثل ما شايفين، وهيك شال الأضوية هي حبيتك اورجيكم اياه. ما بقى اعرف هدول يعني بقولوا عليهم أضوية، حبل الأضوية اللي هو يعني انا حبيتك اورجيكم اياه بالعتمة. وهون كنت شال الضوء هون لما خلصت حوزة البيت فنزلت على السوق وقلت بدي اشتري هيك ضيافة للعيد. وطبعا انا رتبت البيت كله وبعدين نزلت على السوق. وكان هون الحجي خيلط لي الكعك، يعني بيسس لي الكعك ومشان نشتغله بالوقفات.
هون يا جماعة بعد ما صورت لكم باب جنين وفرجيتكم اني هيك العالم الزحمة والعالم عم تشتري وشلون هيك وقفت العيد، فانا اشتريت الضيافة ويعني حبيت هيك اورجيكم شوي من عجقة العيد وهيك العالم. وشفتوا يعني البسطاطية كانت موجودين هنيك بباب جنين، فحبيت هيك اصور شوي. وهون رجعت على البيت فحب يساعدني ابني، كان عم بيعجلي يعني عجينة الكعك، فهون كمان اجوا بنات حماي ساعدوني فيه والحمد لله يعني اني خلصته بوقت قصير. وهون صار بقى رح احكي لكم ايش صار معي بالعيد ضمن العيد. انا عملت عزيمة لبيت احمى ابني باول يوم. تاني يوم اجت خطيبة ابني حبت تعمل لي مفاجأة، فاجأتني بعيد الام، وهون اجيت وجيبت لي مع الهدايا، فكانت الهدايا كتير حلوة ومزوقة. الله هيك يا ربي يرزقها وخلي لي يعني قلبها على يعني على هالذوق. فكانت حسب حسابي وحساب عمة، وكمان هيك قطعة لبنت حماها جبت لها كمان ساعة. هلا هي الشنتاي إلي كتير حلوة وكتير هيك حبيتها، يعني كتير هيك مزوقة باختيارها للقطع. وكانت جيبت لها هي الساعة لبنتي كمان، يعني حسب حساب العيلة كلها. وهون هي العباية كمان حسبت له حساب لعمة، وجيبه كمان قطعة يعني اختارتها اني هيك مراي تكون فيها صورة لإلها ولابني، يعني كمان كتير كتير حلوة هاي المراية، أنا كتير حبيتها. فكانوا هيك الهدايا لأن جيبت لنا إياهم. وكمان بدي أقولكم هيك أخبار يعني أحداث كتيرة رح تصير. بتمنى تتابعوني وتدعموني بلايك، ولما بتشوفوا الفيديو يعني تحطوا لي لايك. وكمان هيك كل مين فايت على فيديو جديد ما ينسى يفعل لي زر الجرس حتى يصلوا كل إشعار أنا بنزله. وهيك تكتبولي بالتعليقات يعني هيك كلام حلو مثلكم. فيا جماعة رح أنزلكم فيديوهات عن ترتيبات وجهاز ابني، فبتمنى اللي عم يتابع فيديوهاتي برجع بذكركم يحط لي لايك. هلا كمان في هيك أخبار كويسة إن شاء الله وتعالى، يعني كل مين مغترب وحابب ينزل على بلده وطنه إن شاء الله يصل بالسلامة. وكمان راح تنزل بنتي فتتابعوا فيديوهاتنا اللي راح انزلها كمان راح تشوفوا لقائي مع بنتي بعد 10 سنين غربة، وراح لأول مرة راح أشوف أحفادي يعني عن قرب. فبتمنى اللي عم تابعني يدعمني، وكمان هيك بدي توصلوني لأعلى مشتركين في القناة. فهون يا جماعة صار من بعد العيد يعني بعد ما خلص العيد وانتهى يعني الأسبوع، فنزلت على السوق. هون بدي أكمل مشتريات لابني. شفتوا أنا عم بقلكن إني عم بشتري له هيك قطع للمطبخ، وراح تشوفوا كمان الأدوات الكهربائية اللي اشتريتها. هلا هون أنا دخلت المحل كنت راح أشتري هيك صحون لابني، فوصتني جارتي اني اشتري لها هدول مثل ما شايفين الفراشات. فاشتريت لها اياهم، فكان سعر الفراشات 15 والمعلقة 10، لاني شافت المعلقة اللي عندي فقالت لي بدي مثل المعلقة اللي عم تستعمليها. ركوات الطواي 120. الطواي هاي المغرارية اثنتين، واحدة صغيرة واحدة كبيرة. 55 75 صاروا 250. شو؟ أولاد خليها. شدت حط ربح بسيط. الربح بسيط عم 10 10. علينا ربح 250 250 بس. والأكبر من هدول شد صارون؟ الواحد 20. 21. ايوه. طوايات ورقات والعوينات. الا انت تاخذي خذي من دول انت تاخذي غرانيط. لا اله الا الله تبعتنا عند شيء. ايه تاخذ على مليون. ليش غرانيط؟ خذي على منيو. خلص هلا يا جماعة اشتريت شوية هيك بلور، يعني كمان يعني مو قلت لكم اني بدي اشتري هيك كل فترة شوي صغيرة بالنسبة للبلور.
فانا كمان عم بشتري هاي النوعيه لان عم بتكون ارخص الشيء يعني بالموجود. وقلت كمان يعني مشان اللي بيلزموه بالمطبخ لاني شفتوا هدول يعني الشفاف عم بيكون ارخص من غير النوعيه. فيعني هلا اخترت له هيك صحنين مشان يسكب فيهم مثلا ارمان بلبن، سفرجليه، سماقيه، يعني هدول الطبخات المرقه. قلت يعني بلزموه هالصحنين. يعني انا قلت مشان بس هيك يعني عم بختار هيك شغلات يخدموه بالمطبخ وبنفس الوقت يعني يمشي حاله، عرفتوا. واخترت لهم كمان هدول. هلا هون هذا كل صحن ب20، اتنين ب40، واخترت هدول كمان كل اتنين ب15، 15 30 و15 45. يعني هدول كمان اخذت له اياهم وقف علي هدول 50 والله. هدول 50 وهدول 40. فكان هدول يعني اسعارهم تقريبا 95 اللي اشتريت له اياهم. فيعني قلت لكم اني انا كل ما اشتريت شغله لابني راح اورجيكم اياهم. كمان اشتريت هاي كمان فرامة خضار، بس اخذتها هيك كهربائية. هاي سعرها 100,000 اخذتها. قلت كمان تلزم مشان فرم سلطة او عجة. شفتوا يعني بتلزم لعدة شغلات هي بالنسبة لهي الفرامة. ايه كمان عجبتني واخدتها وكان ما غالية، يعني اخدتها ب100,000. وكمان هون انا شارين طوايات تيفال، فكمان هيك اشتريت معلقتين خشب وقلت بلزموه. شفتوا يعني مشان التيفال ما يتأحوط، فاخترت هدول 15. يعني تقريبا لما اشتريت هدول الصحون بنفس المحل مثل ما قلت لكم الصحنين ب40 و45، فاشتريت هدول معلقتين ب15 رعاني فيهم. هون حطيت 100 وهون 100، 200,000. فهيك كانوا مشترياتي لليوم. ان شاء الله هيك يعني يعجبوكم، وهيك كتبوا لي كمان ايش رايكم بالتعليقات. هون وصلت معكم لنهاية الفيديو، يلا سلامات.